مساء الخير على حضراتكم، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما. انا جاي النهارده اتكلم معاكم في اكتشاف مذهل، حاجه فعلا هتغير من مسار عمليات زراعه الشعر في العالم كله. دايما بيبقى عندي تساؤل او مفهوم مغلوط عند بعض الناس. يسالني مثلا يقول لي يا دكتور انا ليه مش بزرع 5000 او 6000 جراف على مره واحده؟ فبنقعد طبعا نتكلم في كلام شرحناه قبل كده، والمنطقه المانحه وان هي ليها غذاء دموي وان احنا لازم نسيبها تتعافى ونديها فرصه. فبلاقيه بيسالني سؤال: ليه يا دكتور هو اللي بيتاخد من المنطقه المانحه ده مش بيطلع تاني؟ فمن هنا بقى في نقطه او في مثلا حاجه جدليه عند الناس ان الشعر اللي بيتاخد من المنطقه المانحه بيرجع تاني او بيتجدد تاني. فانا طبعا بقول له لا، للاسف احنا بناخد الشعر من جذوره، فبناء عليه ما بيرجعش تاني، خلاص ده بيسيب مكانه ندبه، مكانها فاضي ما بيرجعش فيه الشعر التاني. والندبه طبعا بيبقى نسيجها مختلف عن النسيج العادي للجلد زي ما حضراتكم فاهمين طبعا وعارفين. دلوقتي بقى لا، طبعا الموضوع ده كله اتغير تماما وبقى في امل جديد طبعا، وبشرى ساره طبعا لينا احنا كاطباء زراعه شعر والمرضى الصرع الوراثي المهتمين بعمليات زراعه الشعر. وطبعا نخص منهم الناس اللي عندهم مناطق منحى ضعيفه او اللي عندهم درجات صلع كبيره مستحيل ان هو يغطيها بالكامل من منطقه منحى محدوده درجات الصلع السبعه والثامنه. دلوقتي بقى في دواء بيجدد المنطقه المنحى. الدواء ده الاول اسمه الفيرتيبورفين، والدواء ده اف دي ابروفد او مصرح به من هيئه الدواء والغذاء الامريكيه كعلاج لبعض امراض العيون. فكره الدواء بشكل بسيط ان هو بيمنع تكون ندبات عن طريق ان هو بيعمل بلوكينج الباثوي اسمه جريلد 1 باثوي، وده هو المسؤول عن تكوين ندبه اللي هي بتبقى ايه الشكل النهائي للجروح بعد الالتئام. في جامعه ستانفورد عملوا تجربه على الفئران بعد ما عملوا فيها جروح، جربوا الدواء ده لقوا حاجه كويسه جدا، لقوا ان الجلد بعد ما عملنا بلوكينج الباثوي اللي هو بيعمل الندبات بيتجدد تماما كانه جلد طبيعي بالظبط، ما اتجرحش ولا حصل فيه اصابه، مع ان الغدد العرقيه والغدد الدهنيه كل حاجه رجعت تماما من غير تكوين ندبات خالص. ومع مرور الوقت لقوا ان كمان الشعر بتاع الفئران اللي اتعمل عليها التجربه دي بدا يطلع بالكامل تماما. وطبعا هسيب لكم الصور تبين التجربه دي والمراحل لحد ما الشعر يتكون في الاخر. الدراسه دي خدها دكتور اسمه دكتور طالب البرغوثي، ده راجل طبعا دكتور محترم وراجل عالم جليل في زراعه الشعر. طبقها بقى على المنطقه المانحه بعد زراعه الشعر بجرعات مختلفه على فترات معينه، وهو طبعا مسجل، راجل مشكورا طبعا عمل دراسه بقى لها سنه شغال عليها وانا طبعا متابعها اول باول. طبعا كان ليها دور جميل جدا ان الجلد اتجدد فعلا بقى زي الطبيعي، بس المشكله خلاص هو الجلد رجع بس الشعر ما رجعش. بس لقينا مع جرعات مختلفه ومع مرور الوقت لا، الجلد بعد ما رجع طبيعي الشعر بدأ يطلع. والشعر طبعا بدأ في الأول في الظهور كشعراية واحدة خفيفة، بعد كده لا الشعراية دي بدأت تبقى شعراية تيرمينال، بدأت تتخن، بعد كده بدأ يبقى في جرافتات فيها شعرايتين والشعر بدأ يبقى كويس والمنطقة بدأت تتغطى. وبقى في فرق ملحوظ جدا بين الجزء اللي ما استخدمناش عليه العلاج والجزء اللي استخدمنا فيه العلاج من حيث ظهور الشعر كمان، مش بس ان ما تكونش ندبة شكلها وحش. فطبعا الفكرة دي طبعا فكرة عظيمة جدا ان احنا نقدر بعد كده خلاص لو طبقنا العلاج ده وبقى خلاص الدراسة دي أثبتت نجاح في رجوع نسبة من الشعر وليكن مثلا من 25 ل 80% طبعا في احسن التقديرات ان شاء الله. ده طبعا هيدينا منطقه منحى لا نهائيه نقدر نشتغل بقى باريحيه زي ما احنا عايزين، مش هنبقى بقى شايلين هم حاجه بقى خلاص. يعني هي القصه كلها ان المخزن بتاعك ده يعني ان شاء الله، وده خلاص يعني دي حاجه بقت امر واقع ومبشره جدا. المخزن بتاعك او منطقتك المنحى دي خلاص بقت حاجه لا نهائيه نقدر ناخد منها، نقدر نعمل عمليات تكثيف براحتنا، نغطي مساحه صلع كبيره. باذن الله هتابعكم بالدراسه اول باول، وانا امل طبعا معاكم زيكم واكتر منكم والله كمان ان الدواء ده يتم اقراره ويستخدم للغرض ده، ان احنا نستخدمه ان شاء الله بعد عمليات زراعه الشعر في تجديد واحياء المنطقه المنحى واعاده استنبات الشعر من جديد، بحيث يبقى خلاص كده يعني اتحطينا في منطقه مريحه جدا. وبشرى طبعا سر كل العيانين والناس اللي هي خلاص للاسف ما كانش عندها الامل او فقدت الامل في الزراعه او مخزونها لا يكفي. لا خلاص يا جماعه في امل، وان العلم الحمد لله في جديد وانا متابع كل جديد. والموضوع ده فعلا شاغلني، لان انا اكتر حاجه تضايقني ان يبقى في عيان نفسه يعمل عمليه وللاسف مقدراته لا تسمح. لا الحمد لله دلوقتي مع التقدم العلمي والتكنولوجيا المذهله لا ان شاء الله هنقدر، وامل لينا كلنا ان شاء الله. وهتابعكم بكل جديد باذن الله اول باول. شكر جدا لحضراتكم، مع السلامه.